ليلى ليلى تعالي حبيبتي تعالي. زين بدر انا جايه الحين. يا حبيبي حسنك طيب. شو القمر اللي طلع علي. بدر لا تقول لي انك انت اللي طبخت. يعني في احد في البيت غيري انا وانت عشان يطبخ؟ يعني طبعا انا اللي طبخت. بس شلون تعلمت الطبخ؟ سؤالك غريب. الله يخلي الغربة وايام الدراسة تعلم الواحد تعلم كل شيء. سمي خليك من هالسوالف هذه الدنيا. تعالي حبيبتي تعالي يا اخي دورك قاعدين مثل الاميره وتتذوقين لك اللي سويته. يلا ارتحتي؟ دوري انا الحين اني ادللك واحبك بس. وجودك في حياتي يا بدر دلال سخي مغرقني سعادة ما لها حدود. وجودك كله أمان ودفء وفرح مخليني طايرة في السماء. شلون قدرت تسوي كل هذا؟ شلون قدرت تسحرني وتتملك كل شيء فيني حتى نبض عروقي؟ لأني أحبك وأموت فيك. يلا ذوقي لك بس قولي رايك. يلا من اللي جايين هالحزة؟ يستر منين بعد؟ لا بابا معي عاوز شيء لازم شيء. لا سلامتك شكرا. لحظة من انت يا بنيتي؟ عمي ممكن ادخل؟ بس قولي لي اول من انت وش اللي جابك بيتي في هالحزه؟ انا مي بنت اخوك عبد الرحمن. تسلم ايدك على هالطبخه، بصراحه احلى طبخه كلتها في حياتي. عاد ما يندرى هي فعلا حلوة ولا أنا اللي قاعدة أذوقها بمشاعري مو بلساني. والله في الحالتين أنا الكسبان. وين رايحة؟ بروح أسوي لك شاي
لا يا حبيبتي لا، خلينا أنا أكمل عزومتي، أنا اللي بسوي الشاي. بدر، واللي يسلمك خلني أنا هالمرة أدللك، أوكي؟ يكفيني من السعادة والدلال كله ابتسامتك، يكفيني البهجة اللي يثيرها حضورك، يكفيني انك لي زوجتي وحبيبتي وكل الحاضر وكل الجاي من ايامي. في دلال اكثر من الدلال؟ إيه، في عيون ليلى أنت، بس عاد عطني الفرصة علشان أراويك الدلال. يوم شفتهم حددوا موعد الملكة خذيت أوراقي وشهاداتي اللي أقدر عليهم وجيت هني على طول. وهم ليش يبون يزوجونك غصبا عنك؟ في حد في هالزمان يزوج بناته غصبا عنهم؟ خوالي يبون يزوجوني أحد ما يصلح لي عشان مصالحهم، عشان عندهم مصلحة كبيرة ويا أبوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هالناس ذولا ما يخافون ربهم، يتاجرون في حياتها اليتيمة ومستقبلها علشان مصلحتهم. هذه طبعهم، يبدون مصلحتهم على كل شيء. نسيتي تسوي فينا وفي اخوي عبد الرحمن الله يرحمه ويتقمد روح الجنة. الله يرحمه. صدقيني يا بنت عمي you really changed. ما عرفتك، يعني لو اقعد معاك بطول الليل ما بعرفك. أكيد ما أنتي عرفتني، احنا افترقنا كان عمري تقريبا 8 سنوات. أكيد بتغير عليك مثل ما أنتي ما شاء الله تغيرتي علي. أمك درت أن تيتي عندنا؟ أمي أعطتك عمرها. ومتى توفت الله يرحمها؟ من 3 سنوات. الله يرحمها وتغمد روح الجنة. بس يا ابوك ليش ما اعطيتونا خبر عشان نقوم بالواجب؟ خوالي خافوا وتدري ان انا عندهم تاخذني منهم. معناته انه يحبونك ما يبون يفقدونك. خوالي ما يحبوني بس ما يبون يفقدون مصلحتهم فيني. عمري ما حسيت معهم بالامان حتى عقب وفاة امي الله يرحمها. الله يرحمها وتغمد روح الجنة. عموما اللي راح، انت الحين في بيت عمك في امان وما حد يقدر يقول لك شيء والله يفرض عليك شيء انت ما تبينه. يعني تقبل استضافتي في بيتك عمي؟ انت صاحبة بيت مو ضيفة، هذه بيتك مثل ما هو بيت ليلى ودينا وجواهر. تدخلين في هالبيت معززة ومكرمة وما بتطلعين منه الا بيت زوجك اللي انت بتختارينه بعد معززة ومكرمة. ومن اليوم ورايح انا المسؤول عنك وهذه حقي في شرع الله. عمك اولى بك من الغير بعد وفاة ابوك الله يرحمه وتغمد روح الجنة. ايوه أحب الطبيعة، أحب لونها الأخضر وصفائها، بس الحين حبي لها تجاوز كل هالمعاني. تدري ليش؟ لأنها أنت. شنو يعني؟ هذا الطبيعة. أنت مو بس الطبيعة، أنت المطر والشمس والهواء اللي أتنفسه يا بدر. انت بردان صح؟ قوم تعال عشان دفيت. تعال. معقولة اسمع هالحكي هذا كله من ليلى اللي كنت اتمنى نظرة من عيونها بس ولا حتى ترد على مكالماتي. معقولة تقول هالحكي هذا؟ ليلى كنت تكرهيني؟
أنا عمري ما كرهتك يا بدر، ولا حتى جزء من الثانية. حتى في اللحظات اللي قسيت فيها عليك وعلى أبوك وعلى أهلك. حتى في هاللحظات يمكن أنا كرهت الموقف نفسه، أو كرهت جبروتك وسيطرتك علي وعلى أبوي. صدقني يا بدر، الإحساس بالكراهية عمره ما سكن قلبي. طيب كنت تحبيني؟ كل واحدة تقرب منك وتعاشرك مستحيل ما تحبك، بالعكس تصير متيمة فيك. الله، يعني انت الحين متيمة فيني ها؟ الصراحة لحد الجنون. انت وصل لك؟ اوه سبقتك انا في هالشيء انا بزمان. صرقع قاضي تقول لي ينون. ايه تفضلي حبيبتي، متأكدة ان هالبيجامة في قدك. مشكورة يا دينا. تفضلي حبيبتي، انا اللي مفروض اشكرك، طحتي لي من السما. تدرين الوحدة بتذبحني، خواتي كل واحدة في صوب، وريلي الله يهداه تركني عشان يروح يدرس. ما صار لنا شهر متزوجين وحشت حياة العزوبية. يلا الله كريم، ترى وايد مستانسة بيجيتك عندي. الله يوبك لي يا بنت عمي. مو كثر وناستي وسعادتي يا دينا، يكفي تعرفين حجم سعادتي إذا قلت لك إن الأول مرة في حياتي، أو على الأقل عقب وفاة أبوي الله يرحمه، الله يرحمه، أول مرة أحس نفسي في بيتي مو ضيفة عند أحد. إحساس دافي وحلو ما يشابه أي إحساس، خاصة اللي ذاقه عقب ما ذاق المر والإهانة طول سنين عمره. يا حبيبتي يا مي، إذا شو اللي خلاك تصبري طول هالوقت؟ ليش ما جيتينا من أول ما حسيتي بالذل؟ كنت خايفة على أمي، كانوا يخوفوني من عمي أحمد، يقولون إن إذا درى عني أو مكاني راح ياخذني من أمي ويحرمني منها. طبعا مجرد التفكير باللي قاعد يقولونه خلاني أتحمل أي شيء عشان لا أنحرم من أمي. بس مستحيل بابا يسوي كذي، مستحيل يحرم أم من عيالها. ترى قلب بابا أطيب قلب في الدنيا، بتعرفين هالشي عقب ما تعاشرينه. عرفت هالشي من غير ما أعاشره، حسيت بحنانه من أول حضن حضني من غير ما يقول ولا كلمة. الله يطول بعمره. بس إن شاء الله. أبيك تسولفي لي عن البنات جواهر وليلى، أبي أعرفهم وأبي أعرفك، أبي أغرق بتفاصيلكم حتى أحس إني واحدة منكم. ابدي من الطفولة لما خليتكم بالمدرسة. عفا عليك، ما طلبتي شيء، بس قبل أي حد في البيت ببتدي لك بليلى. إيش معنى؟ لما أقول لك بتعرفين. خفت انك تزعلين لما طلبت من مي تقعد معانا بدون لا شاورك. بالعكس يا أحمد، أنت لو ما سويت كذي بزعل عليك. ما هي محتاجة لبيتك ولحنانك. حتى لو كانت إقامتها معانا دائمة مو مؤقتة. حتى لو العمر كله. أنت ما تعرفني زين يا أحمد. وبعدين وجودها معانا في البيت بيرجع الحس والحياة له بعد ما غابت بغياب البنات الله يحفظهم. هذه بنت أخوك الوحيد يا أحمد، بنت أخوك اللي تيتمت بدون ما تذوق طعم الأبوة، ووجودها معانا وبيننا حق لها وواجب علينا، وإحنا ما نجاملها فيه ولا يعطيني الحق في إني أرفض أو أقبل وجودها. الله يريحك في الدنيا والآخرة مثل ما ريحتيني. بجد شلتي عن كتفي حمل ثقيل. ومن قال يا رب.
انت شو تدورين في الشنطة؟ ادور هذه. هذه مي صغيرة. انا ادري يا احمد. وش تبين فيها؟ ابي احطها بين الصور في الصالة. ابيها تحس بانها واحدة منا وفي بيتها وبين اهلها، مو مجرد ضيفة مؤقتة. المسكينة حسيت من كلامها ايش كثر كانت تحس بالغربة والذل في بيت خوالها. حبيت اعوضها بشيء بسيط وبحركات بسيطة مثل هذه. يا سلام عليك، يا سلام عليك، هذه حركة كبيرة، حركة كبيرة ما يسويها إلا صاحب القلب الكبير الحنون. بشتاق الأيام اللي فيها يا بدر. طيب احنا فيها نقعد كم يوم زيادة؟ لا مو بيدنا. إلا بيدنا ونص بيدك انت بالذات، بس تامرين. بدلالك هذا قاعد تاخذني الدنيا غير الدنيا اللي عايشتها. خلاص عاد ارحمني من ثورة المشاعر اللي تجتاحني بنظرة من عيونك وتحسسني اني اهم واحدة في هالدنيا. فعلا انت ما كذبتي، اهم وحده في دنيتي. تصدقين ساعات احس انك اهم من الهواء اللي اتنفسه، خاصة لما تركتيني ورحتي. تذكرين ذيك الايام؟ كنت احس ان الحياة بغيابك اغربت عن عيني وغابت. شكرا يا بدر، شكرا لأنك أنبل رجل في هالدنيا، شكرا لأنك زوجي وحبيبي، ولأنك خليتني أسعد مرأة في الدنيا. زي ما قلتي لي نرجع؟ لا يلا خلنا نروح. يلا. حياتي وحشتيني والله. كان شهر بس حسيت انه عمر. هو بس شهر يا ليلى، انا حسيته سنة. ممكن اسلم؟ اشوف الشوق كله راح لليلى. تعالي تعالي. حقك من الشوق موجود يا الغالي. حبيبتي وحشتني. جنيت. والله وحشتني، وانا كثير اشتقت لك مدام ليلى. انت احلى واطيب عروس بالدنيا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. اوكي حبيبتي ان شاء الله. يلا يلا باي باي.
البارح مكلمته وما قالت انهم بيون. عسى بس ان شاء الله يا ربي ما فيهم شيء. يا امي يا حبيبتي لا تقعدين تحاتين، مو بزين كذي. حمدي ربك انهم وصلوا بالسلامه. ليلى ما قالت لك امس عشان ما تقعدين تحاتين كذي. هاي بنتك ما تعرفين طبايعها. يا خالتي يا حبيبتي انا ما بالهم يذبحك، اخذي امورك ببساطه وتفاؤل وان شاء الله بتي مثل ما انتي تبينها. اي والله صح كلامك يا مي. الحين مي بتطلع علينا السايكولوجي اللي متعلمته عشان تفك عنا عقد العائله. افا يا دينا احنا عقد. ابشرك يا احمد، ليلى وريلها وصلوا بالسلامه. صدق والله الحمد لله على سلامتهم. عاد ليش ما قالوا لنا على الاقل نطلع نقابلهم؟ اقول انا عمي عطها فرصه يا بابا، لا تقول لها ابي اشوفها تعلمت الدروس اللي اعطيتها امس. انا ترى ميت من الجوع ليلى. جهزوا الغداء على ما اخذ لي شاور. إن شاء الله. هلا هلا والله. انت اللي وينك؟ اتصلت فيك يا زياد 3 مرات ما رديت، شو اسوي فيك؟ وانا نازل من الطياره كلمتك بعد ما رديت. الله يسلمك يا حبيبي. اي وصلنا اليوم. اوه رحله ممتعه ورائعه يا حبيبي. بلدي جنن. اي والله طبعا استمتعت. ايه ايش فيك؟ ايه لا خلاص اذا شفتك الليله ان شاء الله اقول لك كل شيء. مشتاق لك يا حبيبي. ندى اخبارها؟ وليلى الصغيره كلكم تمام؟ تمام 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 يا حبيبي. خلاص اشوفك الليله. ماشي يا حبيبي. يلا الله يسلمك. باي باي باي. اسمحي لي مدام ليلى تخبرني جهزوا الغداء عن اذنك. أبيك تقولي لي ايش سويتي من رحت عنك لهاللحظة وما تخشين عني أي شيء. رح أقول لك كل شيء يا ليلى، بس بالأول أنتي قولي لي كيف كان بابا معك؟ كيف كانت رحلتكم؟ عرف يسعدك؟ عرف يخليك تضحكين؟ عرف يداوي كل الجروح اللي جرحك إياها؟ إذا قلت لك إنه هو عرف شلون يخليني أحبه بيكون رد كافي على أسئلتك؟ وما في أحلى من كده رد يا ليلى. يا عيون ليلى أنتي. يلا شربي عصيرك. مع السلامة يا بنيتي. بسم الله عليه وعلى قلبها، الله يديم عليه فرحته وسعادته. صوت الراحة في صوته يسعد القلب يا أحمد. حسيته بالحيل يا ليلى. الله يسعدها إن شاء الله ويزيدها سعادة يا رب. اخس شيء عندي غسيل الصحون. انا ما تزوجت الا عشان اشرد من هالمسؤوليه، ومره ذات حظي شراد الريل وتمت لي الصحون. تسلم يدك. شو صحوني يا دينا؟ ما يغسلتهم قدام عيني كلهم؟ مو بكلهم يما، خلت لي صحون الحلا وانا تورطت فيهم. انتبهي منها يا مي، تراها استاذ في الهروب من المسؤوليات. ان اعطيتيه هواي بتحملك كل شغل البيت وبضمير مرتاح. لا تحاتي يا عمي، إذا هي أستاذة أنا بروفيسورة. على شكل هالمعركه بتكون صعبه. وي الله لا يجيب المعارك إن شاء الله. خالتي هذه صورتي؟ ايه يما، هذه صورتك وانت صغيرة. الله ابي اشوفها.
يا حليلك ما عندك دروس. خالتي أمس كنت أطالع الصور مو موجودة صورتي بينهم. بالأمس يوم واليوم يوم ثاني. بالأمس يا يمه كنت غايبة عن عيوننا وما ندري وين عالمك. الحين يا يمه أنت بنتنا وواحدة منا. حنا اليوم يا يمه صار عندنا 4 بنات مو 3. مشكورة يا خالتي طول بعمرك. بعطفك وحنانك أثرتي بقلبي إحساس من زمان ما حسيته. بعد عمري أنت. مشكور يا عمي طول بعمرك. والله تصدقين لما كنت ياهل تيننين. عاد شلي قلب حالك الحين. وليه الحين تينن؟ بدر الله لا يحرمني هالصوت وهالوجود. عيون بدر. تسمح لي أروح بيت هلي أسلم عليهم؟ طبعا حبيبتي، وانا بمرخذك. اقول ليلى لا تخليني احبك اكثر، لان بعدين بصير مجنونك. اوكي اوكي. يلا مع السلامه. باي. زياد الحبيب. هلا مع السلامة. السلام عليكم. والله مبارك. هاك شو المواعيد يبا؟ هالحزة دي؟ اي على موعد يا حبيبي، انت اللي جاي مبكر، شو اسوي فيه؟ شوقك اللي جابك. هذه معك حق. شكلك حتى انت ما اشتقت. ولا جبت خبرك. نسيتك ونسيت من تكون. اي منك زود يا ابو غالي. اي منك زود. معقول عاد انا نسيتني؟ يلا يا معود، دام ليلى عطتك وي انسان وتنسى اهلي بعد. لا تلومني، لا تلومني، انا حتى اسمي نسيته. يا معود ابركها من ساعة. اذا الحب سبب لك هالغيبوبة اللي انت فيها، انا قابل يا سيدي ان شاء الله تنسى حتى ملامحي. المهم قول لي سويتوا هناك؟ شلون كان الوضع بينكم؟ سولف لي عن ليلى الحقيقية، ليلى اللي اعلنت لك عن حبها. مثل الحلم. لا والله احلى من الحلم. ليلى رقتها مثل غيمة المطر، مثل الورد والزهر، مثل إشراقة الفجر. جميل أيامي معاها، ضحكتها ودلالها ودفى وجودها. يا أخي صباحي غير كل الصباحات، كل الصباحات اللي عشتها غير. في ليلى سحر وعذوبة من قبل أعرف ليلى ما عشتها. معقول يا زياد أنا كنت محروم من كل هذا؟ شلون كنت عايش؟ شلون كنت أضحك وأمشي وأتكلم حتى أتنفس؟ تقدر تقول لي شلون؟ ما كنت عايش يا صديقي، ما كنت عايش. قبل لا تحب ليلى أبد ما كنت حاسس إنك عايش.
ليلى دخلت حياتك وانقذتك من سكتة حياتية. أحبها يا زياد، أحبها. تحبها أكثر؟ دام عندك القدرة على الحب حبها أكثر واستمتع بكل لحظة معاها ولها. وتدري باكر شنو ممكن يصير؟ يعني شو اللي ممكن يصير بكرة يا زياد؟ بدر أنا ما أضمنك، ما يندرى، خافك باكر ترجع لعقدك وتفرقنا. ليلى فككت عقدي، كل عقدي، ورتبتها بشكل ضمنت فيه انها ما ترجع تتعقد ايا كانت الظروف. واضح ان ليلى اثرت فيك وايد. ليلى سحرتني وتحكمت في كل امري. ليلى الرقيقة والناعمة قدرت تتحكم في كل امري وتوجهني مثل ما تبي. والغريبة أنا سعيد جدا بهالاستسلام، استسلام لإرادتها ورغبتها وسطوة ابتسامتها. سولف يا سيد العشاق، أبي أعرف شو اللي قلب حالك كذي وغيرك. سولف لي، أبي أسمع، متحمس أبي أسمعك. تفضل كل أذان صاغية، قول. تدرين يا ليلى، لو اني داري لما ابتدأ قصتنا مع بدر بتنتهي بهذا الشكل كان تحملت كل اللي صار لي ومثله 100 مرة إذا في كل هالسعادة لك. يا بعد قلبي يا يبا، الله يحميك إن شاء الله من الهم وأسبابه، حتى لو كان الطريق الوحيد لسعادتي وحياتي كلها. ليلى استانستي؟ وايد يا دينا، استانست لأني قربت من بدر أكثر وعرفته أكثر. استانست لأنه كان يدللني ويخاف علي وعطاني إحساس الأمان اللي كنت فاقدته معاه. أنا شفت بدر ثاني غير اللي أعرفه، بدر من غير قناع القسوة اللي كان حاطه على ملامحه وعلى قلبه. وشلون شفتي يا بنيتي؟ طيب وحنون، كريم في عطائه ومشاعره معاي، عطاني في أيام وعوضني عن كل اللي شفته من أول ما عرفته. أحس باهتمامه ودلاله، وبكل كلمة حب كان يقولها لي يعوضني عن قسوته معاي 1000 مرة. بدر بتجاوزه لعقدته ومشكلته مع المرأة عطى المشاعر فرصة للظهور. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على سلامتك يا ليلى. شلونك؟ شلون بدر؟ شلون غالية؟ الله يسلمك. هذه جواهر ما عرفتيها؟ جواهر؟ هي جواهر اختي، سويت لها نيو لوك، كمل عملية تجميل ورجعت. حتى لما دخلت علينا ما عرفناها، بس بعدين لما تكلمت تأكدنا انها هي. معقولة ما عرفتيني يا ليلى؟ هذه ما هي بنت عمك عبد الرحمن يا ليلى؟ والله حسيت في لحظة اني ينيت. اخيرا شفناك يا بنت عمي. والله اني من زمان كان خاطري اشوفك. أنا بعد. زياد، فيك شيء؟ ليش السؤال؟ مبين على وجهي فيني شيء؟ لا أنا حاسس إن فيك شيء، إلا متأكد إن فيك شيء. شو الموضوع؟ لا أبد، يمكن ضغوط الشغل، يمكن غيابك أثر فيني بعد. لا، ومن متى غيابي يأثر فيك وندى موجودة؟ ندى مشغولة مع ليلى الصغيرة، مو فاضيت لي مثل قبل. شغالها بليلى خلاها تنسى الكل، حتى عنك أنت؟ أصلا أنا أول واحد انشغلت واستغنت عنه.